لا تخافوا يا أولاد، لا تخافوا، تعالوا معي، يلا بسرعة. لا توقفوا أبدا يا شباب، بسرعة يلا جيبوا مي كمان، جيبوا مي بسرعة. خير شيخي، شوفي شو صاير. هذا الحقير زيدان حرق لنا المدرسة يا رب، يا رب يساعدنا. انت زينب شو صار لك؟ زينب زينب قومي زينب. الله رجع لي. زينب بنتي، زينب لك يلا جيبوا مي بسرعة. تعالوا بعد عليه هيك. شو عم تعمل لك يا ابني؟ لك زينب قولي. يلا بسرعة. لك ارجع شو يا زلمة ارجع. لك يا بني آدم خليك، ما رح تقدر تفوت. لا خلص في مين عم يجيبك. استنى تعال هون يا زلمة. ولك استنى يا حبيبي. لك يا شباب طفوا الحريق بسرعة يا شباب. يلا طفوا الحريق. يلا يا شباب. يا أولاد لا تخافوا، لا تخافوا، خليكن هون. يلا شباب بسرعة شوي بسرعة. بسرعة يا حبيبي. يا ربي انت شوفي أنا خايفة يقتلوا. تخافوا تفوت المي. يلا بسرعة. يلا بسرعة. يلا هاتوا الولاد. يلا بسرعة. يلا اطلع. يلا تعي انت كمان. يلا عجلوا بقى، يلا يا شباب. يلا حاضرين امرك. شدوا الهمة. يا حبيبة قلبي، وينك يا خديجة؟ تعي بقى. يلا ابني نط. تعال حبيبي. تعال عندي. تعال عندي. يلا يلا تعال، علي تعال بسرعة. اختي ما فيني اتركها. يلا علي ركود ركود، لك يلا. يلا 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 جدو يلا. بابا زينب، يلا فيقي زينب. زينب قومي يلا. زينب قومي معي، تعي زينب. يلا يلا أول أول تعي الشفا. يلا زينب. يلا بسرعة. تعي بنتي. بعدوا يا جماعة، بعدوا عنا، خلينا نتنفس شوي. بنتي وينه الدكتور؟ ارتاحي يا بنتي ارتاحي. دكتور صار له شيء؟ يلا استعجلوا. يلا خلصونا بسرعة يا شباب. يلا يلا تحركوا. خلونا نمشي من هون. يلا يلا بسرعة. يا عمري انتوا الله يحميكم، الله يخلي لي اياكم. يا لطيف، لك لسه الدكتور جوا يمكن ما يفوت. افتح تمك بالخير يا مختار. ايه ليش انا شو حكيت؟ قصدي طلعته من جوا كثير صعبة. شو يعني كفرنا؟ والله ليك الدكتور هشام. دكتور الله يحميك. ليك قلت له عمر ما بتقدر شفتها يا ألف الحمد لله على سلامتك. الله يعطيك العافية. دكتور أنت منين؟ طمني يا ابني كيفك؟ صار لك شيء؟
الله يسلم اولادي، انا مديون لك طول حياتي. شكرا لك يا دكتور. الله يعطيك العافيه. لك ايه بلا عواطف مهتريه، اتركونا يستلم، مش شايفينه تعبان. لا تعيط انت. البنت وضع صعب كثير، خلينا ناخذها على المستوصف. بعدولون. رويدا شو عم تساوي هون؟ تعي معي. هالخونة مغيرين لك اسمك كمان يا بنتي. يا رب إن شاء الله هالندل ما يشوفها لخديجة. خديجة، سمر، وينكن يا حريم؟ شو ما في حدا هون؟ ليش ما عم تردوا؟ العمى وينهم هدول؟ وين بدهم يكونوا؟ ماشي الحال، أنا مفرجيهن. مين قايم البارودة من هون؟ خديجة، لوين رايحة بحصان والبارودة؟ عود أمي، صار الأكل جاهز. طيب وينه أخي؟ ما بعرف وينه لهلأ. قرب لحط لك أكل. ما بدي آكل. شو يعني بدك تضل بلا أكل؟ يعني شلون بدك يعني آكل بعد ما مات أبي؟ سعيد، مو بس أنت اللي زعلان على أبوك، عم تفهم؟ نحن زعلانين أكثر منك، بس أبوك راح وما عاد يرجع. عم بيقولوا لي إنه أبي كان خاين وإنه أساء للتنظيم كثير، مشان هيك لما صارت الجنازة ما حدا إجا. أصلاً هذا التنظيم هو السبب بموت أبوك، وأنت لساتك عم تروح لعندهم وعم تساعدهم. خلص اقطع صلتك فيهم. ما حدا دخلوا فيني، عم تسمعي؟ استنى، وين رايح؟ سعيد عم قلك استنى. احكي وليه؟ شو بدك تعملي بالبارودة؟ قولي لوين اخذتيها؟ ولك حاجة تضربني. احكي احسن ما موتك. عم تسمعي؟ بعد عني عم قلك. خديجة، طولي بالك شو صار لك؟ اوعى تقرب مني، والله بقوصكها. كنت بدي اعرف شو بدك تعملي بالبارودة، بقى ما في داعي تعصبي. لك شو عم تعملي انت؟ جنيتي؟ اتركيني ماما، ما بقى فيني اتحمل. ما في غير على الطالعة والنازلة بيضربني. اهدي حبيبتي، خلص. يكون بعلمك إذا مرة تانية بتمد إيدك عليها أنا اللي رح أجي وفضي هالبارودة براسك، عم تفهم؟ إذا قدرتي لا تقصري أنا بورجيكي. إيدك عليها. قسما بالله بقتلك وما بسأل عن شيء أبداً. بعدين البنت ما دخلها بهالشغلة بنوب، أنا اللي قلت لها تجيب البارودة، لأنه الإرهابيين خطفوها لنرمين ولازم نروح ننقذها منهم. وإذا ما أنك مصدق روح بتشوفهم ببيت الآغا هلأ. لك أنت عرفاني شو عم تحكي؟ شو مين مفكرة حالك لحتى تقدري تاخدي البنت من التنظيم؟ ها؟ بعدين بنتك عملت زينة العقل لأنها انضمت إلهم. اسمعيني منيح يا مرة، هي آخر مرة بسمح لك تتدخلي فيها ببيتي، عم تفهمي؟ وحطي ببالك خديجة بتضلها مرتي وبتضلها تحت أمري. امشي معي. ايه خديها معك. وين بدكم تروحوا يعني؟ بكرة بدها ترجع ورجلها فوق راسها. امي شو عم تعملي؟ اتركيني. وقفي عندك. نرمين، ممنوع تفوتي، شو بدك؟ بدي اشوف جماعة التنظيم لوين راحوا. بنتي معهم، بدي اشوفها. راحوا باتجاه الجبل. امشي بسرعة. امي شو بدك تعملي؟ شو فكرتينا رح نقدر عليهم؟ امشي. امي استني شوي. امي خلصنا، وقفي بقى. نرمين، يا امي
نرمين بنتي. امي بعدي يا مرة بعدي، شو بدك؟ نرمين من هون روحي أحسن لك. اتركوها. ماما. نرمين يا عمري. شو صار لك بنتي؟ ليش هيك عاملين فيكي؟ أمي اشتقت لك كثير. يلا بعدي عنا، باينتكم كثير مشتاقين لبعض. بكفي بقى. رشا بنتي، انتي كمان بالتنظيم؟ ليكون ما عرفتيني. أنا سناء. بلا عرفتك، نحن ما عنا وقت نضيعه معك. هي شفتي بنتك. يلا روحي بقى، ولا بقى تجي لهون بالمرة. امشي. بس أنا بدي آخذ بنتي. الله يخليكي خليني آخذ بنتي. خلص بنتك اختارت طريقة وما بقى فيها تترك التنظيم، واسمها صار رويدة. يلا روحي من هون بقى. خلص روحي من الله هون. يخليني آخذ بنتي. أعطوني بنتي هلا، ما راح أروح إلا لآخذها. أمي إذا بتقربي خطوة واحدة رح نقتلك. امشي رويدة. الله يخليكم بدي بنتي. شعيلي وراها بقلك. لا امي. أمي بترجاكي تسامحيني، أنا ما عاد فيني أرجع معك. إيدي صارت ملوثة بالدم، ما عاد فيني أرجع أقطعها. أنا قتلت يا أمي، أنا صرت مجرمة، أنا قتلت العسكري أمي. أنت شو عم تقولي يا عمري؟ أنت قلبك رقيق وما فيك تقتلي حدا. يلا امشي. يلا روحي من هون. بنتي اتركوني. يلا أنت ما فيك تقتلي يا بنتي. تعي تعي على البيت. اتركوني. نرمين. امي يلا من هون. تعي نرمين لعندي. تعي. يلا بعد يلا روحي. رجع أعطيني الدواء. امي أعطيني إياه من هون. بسرعة. يلا ندعو. خلص بعدوا عنها. شو ما بتخافوا من الله؟ يلا روحي من هون. ما عندك انت وياه. روحوا من هون. يلا امشوا بقى. يلا يا شباب. يلا يلا تحركوا بسرعة يلا. تحركي. يلا بسرعة امشوا. حركوا يا شباب. يلا يلا يلا. امشوا. امي اصحي الله يخليكي. يا جيران حدا منكم يساعدني. امي اصحي. ساعدوني يا عالم. وينكم يا جيران؟ يا ترى شو صاير؟ ليش تأخروا هيك؟ هاي طلعت على على مهلك شوي شوي. يسلموا ايديك. يلا يا أولاد تعوا. الحمد لله. دكتور فحصلكم كل أولادكم، لا تخافوا. الحمد لله ما في شيء بخوف. هلا فيكم تاخذوهم معكم. ايه بس نحن بدنا نطمن على الدكتور بالاول. ايه بدنا نشوف الدكتور. لازم نشوفه الدكتور الدكتور. لازم نشوفه. ليش الدكتور؟ انت احكي يا شيخنا تفضل. كل أهل الضيعة ممنونين إلك وبيشكروك إنك أنقذت لهم أولادهم يا دكتور. يسلموا يا جماعة. شكرا دكتور. هذا واجبي، ما عملت شيء. بس بدي اطلب منكم طلب واحد. تضلوا تبعتوا اولادكم على المدرسة. طبعا بدنا طبعا نعلمهم. بدنا نعلمهم. كتير منيح. شكرا. شكرا لك. كتر خيرك. يلا يا شباب. فضلت علينا دكتور. كيف زينب دكتور؟ زينب تأثرت كثير من دخان الحريق، وفي عندها مشكلة بسيطة بالتنفس، بس لا تخاف رح تتحسن. انت فضلت علي، ماني عارفان كيف بدي اشكرك. شكرا كثير دكتور طارق. هذا واجبي، وهلا روح على البيت وارتاح. الله يعطيك العافية. يلا بابا. يلا خاطر الله معكم. ايه ما بدي وصيك يا ابني انتبه على حالك. إن شاء الله يا شيخنا. منيح اللي ما حدا مات من الاولاد، ولو زينب خانم تركت المدرسة ما كان صار فينا اللي صار. يا سيد محمود، أنت مختار الضيعة،
وبترجاك ما في داعي تحكي هذا الحكي أبدا. بس يا دكتور هلا احترقت المدرسة، ما بقى فينا ندرس الأولاد. أنا بعرف هالشي، بس نحن حنرجعها من جديد. يلا يا مختار خلينا نروح نخبر المخفر. الإرهابيين هربوا، لشو الشرطة هلا؟ ولا قال لك لا الحق معك، نحن لازم نخبر الشرطة، نحط على عينهم. السلام عليكم. مع السلامة. يلا شرفوا، يلا يا بنت. يلا بابا. انت زتت حالك على النار. انت بنظري، قصدي انت بنظر اهل الضيعة صرت بطل يا دكتور. شكرا. حنان؟ حنان شبك عم بحكي معك؟ ايه شبك؟ راح ابوكي، مالك ناوية تروحي معه؟ ايه بس انا خفت كثير من الحريقة، خلي الدكتور طارق يفحصني. الدكتور مشغول كثير هلا، معلش تعي بعدين. طيب ماشي. بنتي موجوعة مو هيك؟ إن شاء الله بكرة بتطيبي. ايه بنتي بكرة بتطيبي إن شاء الله يا عمري إن شاء الله. دكتور طارق حط لي مرهم على ايدي وبتشوف شلون رح يطيبوا، لا تبكي. الله يخلي له شبابه ويحمي له الدكتور، وإن شاء الله هالإرهابيين بيتكسروا إيديهم. افتح نظام، افتح نظام. مرحبا يا صاحبي، شلونك؟ خير شو في رمزي، شو اللي جابك هلا؟ مين اجا؟ ايه يا صاحبي، قال بدك تنضم للتنظيم، اذا بدك هلا الوقت منيح، وزيدان قال لي خبرك. رشوا الجماعة هلا نواحي ضيعة فرقنيس، روحوا الحقهم. انت شو عم تحكي رمزي؟ مالك شايف شو صار بالبنت؟ ولا بدك ياني انضم لهم من شان احرق اولاد الضيعة؟ بعرف انك زعلان على بنتك، مزبوط البنت احترقت، ايه بس ما ماتت، بس التنظيم مضطر انه يعمل هيك، ايه وشي طبيعي انه يصير في ضحايا، ما هيك؟ خلص انا بطلت انضم للتنظيم. اسمعني منيح، انت هيك عم تغلط، فكر ولا تستعجل بقرارك. التنظيم عم يعمل هيك لصالحنا. بس انا ما بدي اقتل حدا من اهل ضيعتي يا رمزي، ما بدي اوص عليهم. خود بارودتك وامشي. فوتي بنتي. انا بورجيك. كيف صرتي هلا؟ أحسن شوي، بس لسه راسي عم يوجعني. بس ترتاح شوي بيروح الوجع. صاير وشك أسمر بتعرفي؟ لا بقلك ها؟ في شي ديالا؟ ما في شي. قلت لي انقذ الانسه والولاد كمان. ايه والله هذا اللي صار. اللي عم اقوله المختار مزبوط، انا لما كنت مارق شفتهم. طيب يا دكتور، رح خليك تدفع الثمن. صار لازم نخلص منه باي طريقه. بس هو اللي عم يعالج ابنه لعمر اغا، ما فينا نقرب عليه هلا. والله اذا هالدكتور والانسه بيضلوا بالضيعه راح تروح هيبه التنظيم، لانه الانسه عم تغسل لهم دماغهم للاولاد وعم تعلمهم عليكم مشان يصيروا يكرهوكم. مثلا مثل نظام، بنته عم تروح على المدرسه وعلى قد مو الانسه معبيه براسها وقفت البنت بوش ابوها وما خلته ينضم لكم. وحط ببالك يا زيدان
إذا هيك الوضع رح يضل ما بقى حدا يقبل ينضم إلكن. يا عيب الشوم علينا، بس شلون ما خلصنا عليها؟ لا تستفزني بديع، أنا هلأ رايح على الضيعة وخلص عليها. يلا يا شباب جهزوا حالكم. استنى شوي ضيق، الشيخ إبراهيم راح على المخفر وبده يخبر باللي صار. معناتها هلأ ممكن العسكر يجوا لعنا. إيه لك، أحسن شي تلاقوا لكم محل تاني تتخبوا فيه هلأ. منروح على المطحنة القديمة، هنيك بنقدر نتخبى. يلا خاطركم. مع السلامة مختار. بديع غير أواعيك بسرعة وروح على الضيعة، بتراقب لي المنطقة منيح، ولا تنسى تجيب معك أكل يكفينا 4-5 أيام، والحقنا بعدين على المطحنة. ماشي زيدان. يلا ماشي يا دكتور، المرة الجاي ما رح تنفد مني، لا أنت ولا الآنسة، بدي أخلص عليكم أنتوا اثنين. الصف صار مثل خرابة. يا ربي شو بدنا نعمل؟ شو هاد؟ شلون هلأ بدنا نصلح المدرسة من أول وجديد؟ وأكيد الأولاد ما بقى يرجعوا. نحن لازم نقنع أهلهم مشان يرجعوهم، ولازم تدرسيهم لو شو ما صار. شلون بدي درسهم؟ مو شايف المدرسة بأنو حالة؟ ايه مو ضروري الأولاد يتعلموا بالمدرسة، مو أنت آنسة؟ يعني فيك تدرسيهم بأي مكان بدك إياه، إذا بدك روحي لعندهم على البيوت، المهم إنك تدرسيهم. ما بعرف شلون بتضل هيك متفائل. هذا شيء طبيعي زينب، لأنه هدول الناس بيخافوا، ولما بيشوفوا واحد عنده قرار ومصر عليه بيرتعبوا. نحن ما لازم نتنازل عن قرارنا لو شو ما صار. الحق معك طارق، أنا بوعدك إني ما أستسلم، رح خلي كل بيت بهالضيعة يصير مدرسة. بنتي وينها يا خديجة؟ وين راحت نرمين؟ قلت لك راحت مع الإرهابيين. كنت بدي أنقذها، كنت بدي رجعها معي على البيت، ضربوني على راسي وما قدرت جيبها. يا ربي شو أعمل يا ربي؟ أمي اسمعيني، سامحيني، أنا اللي ضربتك. شو؟ أنت اللي ضربتيني؟ شلون بتعملي هيك وليش شلون؟ نرمين بنتي، بسببك أنت ما قدرت ترجعها لنرمين. راحت بنتي، لك أنت السبب، هلا ما بقى فيني لاقيها. لا تبكي أمي، رح نرجع نلاقيها. وشلون بدنا نلاقيها؟ هدول الخونة ملوثة ايديهم بالدم يا بنتي، ونرمين صارت منهم هلا وما عادت بريئة مثل الأول يا خديجة. أمي خلص حاجة تبكي. انت شو عم تساوي هون ها؟ انت بدك تخربي لي بيتي؟ شلون هيك بتساوي مع التنظيم؟ قومي نقلعي من بيتي يلا. رمزي ولا صوت، انت اسكتي. لا تنسى هي أمي. ايه وشو يعني؟ ما شفتي حضرتها شو عملت؟ طيب يا بنتي، أصلاً أنا ما بدي ضل عندك ولا بدي أشوف وشك. انتبهوا خبوا. لا تخافوا رشا، هذا أنا. شوف العساكر اجوا. لا طمنوا بالكم. يلا يا شباب. لكن ليش كنت عم تقوس لأني قوص خنزير كبير. معناتها اليوم عشانها مرتب ها؟ اليوم رح يكون عشاننا طيب كتير. بس الزلمه كبران بالعمر وتعبان كثير. ايه ليكون ما بتحبيه. حرام ناكل لحم خنزير. اسمعوا على الحكي. كيف بتقدروا تاكلوه؟ يعني انت ما بدك تاكلي منه؟ ما بدي. رح اعلمك كيف تاكلي خنزير.
رح جيب الأولاد لعنا على البيت وبدرسهم عنا هالفترة. هالفكرة معقولة كتير، بس يا ترى عمك بيوافق؟ ما بعرف شو بده يقول، بس بدي جرب. لساتك لهلا عايشة. أنا بورجيكي، صار لازم تموتي أنت وياه. هذا أنت سعيد؟ كنت عم دور عليك ولازم أحكي معك ضروري. طيب تعا امشي. أهلا وسهلا شكرا، فيك الله يا يخلي لنا حمد. اياك عمي. لقيت الأستاذ؟ والله درت كتير وبالاخر لقيته، بس الزلمه كبران بالعمر وتعبان كتير، وفورا تذكر ابوه للدكتور طارق. وشو قال لك؟ اهلين يا ابني، كيف أهلين كانت عمي. سفرتك؟ الحمد لله ماشي الحال. تعال اسمع الأخبار أخي. حمد لا الأستاذ يلي بيعرف مصطفى بيك. يلا احكي لنا يا حمد، شو قال لك؟ قال لي ابوه للدكتور كان ضابط وخدم فتره بمخفر ضيعه فارغينيز، وقال لي انه كان يتردد بوقتها كتير على ضيعتنا لانه كان عم يلاحق واحد بضيعتنا كان عامل جريمه. معناتها أكيد كان عم يدور على جوزها لسناء. سليمان هو اللي قتل ابني. أخ يا ريت ولو ما مات كنت ورجيته شو رح أعمل فيه. وبهديك الفترة كان الضابط مصطفى عنده رفيق مقرب إله، وكان ضابط مثله، طول الوقت هن الاثنين مع بعض. معناتها هذا الضابط هو اللي أخذ حسان. حمد دلني على الضابط. بعد ما تقاعد انتقل على تشنق وأخذت عنوانه من الأستاذ. كتير منيح، حضر حالك، بدك تسافر لعنده. يلا حمد يلا. حاضر عمي. شايف أخي؟ إذا الواحد بيحط بباله شغلة بيعملها وراح نلاقي له حسان. بس هالشي صعب كتير، وانت هيك عم تصرف مصاريك على الفاضي لنكون عم نلمهم من الشارع. أخي لو شو ما كان بدي لاقيه. شو رح تستفيد إذا لقيتوه بابا؟ بنتي أهلين يا عمري، كيف صرتي؟ سمعتكم لما كنتوا عم تحكوا عن حسان. إذا لقيتوه شو رح تعمل فيه؟ بدي أقتله أخذ بتار أخوكي. بابا أنا مستغربة إنه لساتكم لهلأ متمسكين بشغلة التار. طيب قولولي، رب العالمين بيرضى بالشي اللي عم تفكروا فيه؟ أنا عم بقنع الأولاد إنهم يدرسوا ويصيروا أحسن العالم بالمستقبل، وأنتوا لساتكم راكدين اللي ورا هالعادات والتقاليد. يا عين عليك يا زينب، والله عم تحكي زينة العقل. شوف بابا، حتى عمي رشاد موافق على حكي، وهلأ صار دورك أنت. أخي ليش قلت لها هيك للبنت؟ أنا قلت لك إنه كل شيء عم تعمله على الفاضي، واللي قالته سناء هو الصح. ناخذ البيت منها وبنخلص من شغلة الدار وبننهي الموضوع بقى. ولك أنت شو عم تحكي؟ أخي ولك أنت شو صار لك؟ عم بيقولوا إنه أبي كان خاين للتنظيم، مزبوط هذا الحكي يا عم بديع؟ عم يكذبوا عليك. أبوك كان بطل كبير، بس ما بعرف ليش العالم عم تحكي عنه هالحكي، بس نحن بنعرف إنه إنسان مخلص. عن جد عم تحكي يا عم بديع؟ طبعا يا ابني، شو مفكرني عم كذب؟ وابن البطل لازم يكون بطل، والبطل ما بيبكي يا سعيد. يلا روح على البيت، وإذا بدك أي شيء تعال عندي. شكرا كتير عمي. يلا روح، انتبه على حالك. بديع ها؟ مين هذا الشاب؟ هذا سعيد ابن المرحوم، عم يقول إنه زعلان كتير ليش ما رحنا على جنازة أبوه. وشلون بده ايانا نروح على جنازة ونحن لهلا ما لقينا الشنطة؟ ايه بس أنا دورت عليها بكل بيتهم وما لقيتها. ليك بديع لازم نلاقي هالشنطة بسرعة، وإلا جماعتنا رح يدفعونا الثمن كلياتنا. روح اضغط على مرته، خليها تقول لك وين مخبية بأي طريقة. عم قل لك رحت لعندها، سألتها عن الشنطاية قالت لي ما بتعرف وينها. أنت بتعرف منيح شلون تخليها تحكي. وبعد ما نلاقيها للشنطة منضمه لسعيد للتنظيم. زيدان، طيب إذا ما لقيتها للشنطاية شو أعمل؟ مين؟ بعده لا. شوفي شو بدكم منا؟ جوزك كان عم يتعاون مع الإرهابيين وفي شنطاية إلهم هون مخبية. بس أنا ما بعرف شي عن بنوب. لا تكذبي وقومي جيبيها. يلا وليه قومي. بعد عني. قومي كذابة، احكي وينها؟ أنا ما بعرف وينها، صدقني يا حضرة الضابط. عم قل لك قولي وينها. بدي أعرف أنتوا عساكر ولا إرهابيين. قلت لك هاتي الشنطة أحسن ما قلت لك ولادك. ها مشان الله صدقني، والله العظيم ما بعرف شي عن هالشنطة. أوصل يلا. لا بوس ايدكم لا تقتلوا ولادي، الله
قبل ولادي. يلا امشوا. لك شلون خطرت بباله لزيدان هالفكرة؟ شفتوا شلون ماتوا من الرعبة؟ يلا خلونا نشلح البدلات بسرعة. لا تخافوا يا عمري انتو. لا تخافوا. سعيد لوين رايح؟ ارجع لهون. سعيد سعيد ارجع. سعيد ليش ما عم ترد؟ قلي لوين رايح؟ اتركيني يا امي، بدي اروح على الجبل هلا. تعال هون، ما رح خليك تروح لهونيك طالما انا عايشه. ليش ما شفتي شو عملوا فينا العسكر من شوي؟ اصلا هن الظالمين. سعيد ارجع يا ابني. سعيد امي سعيد. امي شو بكي؟ امي قولي لي شو صار لك؟ امي ردي علي الله يخليكي. امي قومي. ما عرفت وين مخبيها للشنطة؟ عم بيقولوا لي الشباب انها ما بتعرف وينها. وهي البدلات؟ ايه كنا رح نقوص لاولادها وما حكيت. ولو بتعرف وين اعترفت. خود هات. وهلا شو نعمل؟ هاي مرته طلعت ما بتعرف وينها. بديع شو في واحد اسمه سعيد بده يشوفك. هذا مو ابنه لفكرات؟ ايه هو. خدوه لمحل بعيد من هون بلا ما يشوف الشباب. وانتوا استنوا شوي هون. تمر معلم. عدوا شباب. اوه سعيد، تعال تعال لك تعال، خلينا نقعد هون. خير شو في شغله بدي اقول لك اياها. عود احكي لي لشوف. انا قررت تصير مثل ابي يا عمو بديع، وبدي احارب مشان قضيه التنظيم، وبدي انتمي إلها. كثير منيح، برافو عليك يا سعيد. بس هلا ارجع على بيتكم وانا بنادي لك. خليني عندك. ما بيصير، شبك مستعجل، طول بالك. يلا روح هلا وانا بنادي لك. يلا تعال استنى شوي يا شاب، خليه هون. تعال يلا. عن جد حظك كثير منيح، امشي لقلك. ما بدي. عم قل لك كليها. ما بدي اكلها. كليها احسن لك. عم قل لك ما بدي. انا بورجيك. مسك يا شباب. بدك تاكلها غصب عنك. بعدوا عنهم. حياة الاثنين صارت بإيدك، يا بتاكليها يا بقتلهم قدامك. اوعك تعمليها. لا توصيهم رشا. لا تقتليهم الله يخليكي. شو قررتي؟ اوعك تغضبي ربك. خليها تقتلنا بس لا تاكلنا. لا تاكليها. اوعك تعمليها. اوعك. هيك برافو. هيك من زمان. ها برافو عليك. برافو. قوم، تركنا لحالنا. عود ارتاح شوي. صب لك كاسة شاي؟ لا شكرا ما بدي. انت بدك تنضم للتنظيم ما هيك؟ زيدان هو اللي معلم هون. ايه بدي انضم لكم سيدي. بتعرف تقوس بالبارودة؟ ايه بعرف سيدي. برافو عليك، منيح. بس انت ما فيك تنضم للتنظيم بدون ما تقدم لنا اي خدمة وتنفذ الأوامر اللي بقول لك عليها. أنا رح كون تحت أمركم دائما. خود هاد خليه معك. بدي اياك تقتل الآنسة، واليوم قبل بكرة. حاضر سيدي، واعتبر الآنسة ماتت. برافو عليك.